السلام عليكم اختي خديجه، انا بغيت نتسجل معك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا باي سيده باغا تبدل من الوضعيه ديالها، تبدل الى الاحسن. وهاد السيده اظن انك اختاريتي باش انك تحققي ذاتك ماديا ومعنويا. ولكن السؤال المطروح عند اغلبيه ديال النساء وحتى الرجال ملي كيشوفوا لي فيديو ديال التسويق الشبكي والعمل من البيت، ملي كيشوفونا حنا كنقدموا هاد الخدمه كيقولوا لو كان هاد الخدمه كاينه بصح كاع ما تلقاي الفقر في المغرب، كاع ما تلقاي العيالات مخصوصين، كاع ما تلقاي بزاف ديال البيوت محتاجين وجيعانين. ولكن كنقول لك بان هذه الخدمه ليست بالامر السهل، هذه الخدمه من السهل الممتنع. شكون اللي كيوصل في هذه الخدمه؟ العيالات اللي بصح امنوا بالقدرات ديالهم، العيالات اللي امنوا بهذه الخدمه هذه، اللي اقتنعوا بها. انا نهار دخلت ما كنتش اصلا كنتيق التسويق الشبكي وما كنتش كنتيق كاع هادشي ديال الانترنت، ولكن ربي ونيتي ودرت نيتي، قلت انا غادي نجرب شنو غادي يوقع. مثلا انا دخلت لهاد الشركه هذه، تسجلت فابور لاننا حنا كنسجلوا فابور وخسرت، درت احتمال ديال انني نخسر، ما ننجحش، نفشل. شنو غادي يوقع؟ ما غيوقع والو، تجربه في حياتي ودازت. ولكن درت الاحتمال اللي هو يقدر ندم عليه، هو انني الا دخلت ونجحت، الا دخلت ونجحت هنا غادي نكون انا اللي ما جربتش. دخلي تخدمي، نجحتي هذاك الشيء اللي بغيتي، ما نجحتيش خسرتي، تجربه ودازت، ما عطيتي فلوس، ما عطيتي حتى شي حاجه. وباش مادام تحلي بسطامك وتلقيه هكا بالفلوس، راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل انك تحلي بسطامك وتلقاي هاد الفلوس هادو عندك. هادو اقسم لكم يمينا، هادو الى النص في الصالير ديالي، ماشي حتى النص، الربع. تيقوا بيا ولا ما تيقوش بيا، انا مقاوله ذاتيه من البيت ديالي، انا امراه اللي عندها البطاقه ديال المقاول الذاتي. اذا انا حره في العمل ديالي، كنخدم وقت ما بغيت، كنخرج وقت ما بغيت، باترون ديال راسي، مديره ديال راسي، ما كيتحكم فيا حتى شي واحد. ما تيقول لي شي واحد خدمي ولا جلسي، كنخدم وقت ما بغيت، وكنجلس نرتاح وقت ما بغيت، كنسافر وقت ما بغيت، كنحضر المناسبات الا بغيت، ما كاينش اللي غادي يلزمني. اذا العيالات كما انا عايشه هذا الشيء هذا، وكنخدم وقت ما بغيت، كنعس وقت ما بغيت، وكنخرج وقت ما بغيت، وكنخدم وكناخذ هذا الرزيق هذا، راه ممكن حتى انتي. لان هذاك الشيء باش طلعت انا وباش درت الصالير، راه عندك التليفون، عندك مواقع التواصل الاجتماعي، عندك الانترنت. السؤال اللي كيدور في الذهن ديالك هو ان هاد السيده هادي كتكذب. علاش غادي نكذب؟ لو كان هذا الرزق هذا ما كانش من هاد الخدمه هادي، علاش غنسبو انا لهاد الخدمه؟ علاش غنعطي لهاد الخدمه قيمه وهي ما عطاتنيش؟ لو كان ما عطاتنيش هاد الخدمه قيمه ما كنتش غادي نعطيها ليها. لو كان جاوني هاد الفلوس من جهه اخرى، لو كان هضرت على جهه اخرى، انا هاد الفلوس جاوني من التسويق الشبكي، انا هاد الفلوس هادو جاوني من التسويق الشبكي. انا الطوموبيل اللي درتها من التسويق الشبكي، البسطام اللي عمرته من التسويق الشبكي. اذا اللي بغات تكون معايا في هاد الخدمه راه كنتسجلوا فابور، خدمي معايا مادام عقلك. الا كنت انا كنكذب، علاش غادي نكذب؟ ما الدافع وراء انني نكذب؟ شنو كيعطيوني هاد الشركات؟ انا الا ما خدمت شي حاجه ما كنتخلصش، خصكم تعرفوا هاد القضيه. راه الا ما خدمت ما غنتخلصش. حتى انت دخلي، راه التليفون ديالي باش درت الصالير ديالي، راه التليفون ديالي باش حققت الاستقلال المادي والمعنوي ديالي. اللي بغات تسجل معنا بالمجان في شركه فيرونا الالمانيه، اهلا وسهلا بك. ابوابي وابواب الشركه مفتوحه لك. انتي اللي ما قارياش، انتي اللي ما عندكش راس المال، انتي اللي عندك الوليدات وما قاداش تخرجي وتخليهم ولكن محتاجه الخدمه، انتي اللي ما عندكش باش غادي ديري بروجي ولكن كتحلمي ان يكون عندك مشروع مستقل بك. اليوم مادام جبت لك مشروع حياتك، ممكن هذا الفيديو يبدل لك حياتك الا كنتي فيك النفس ومراه حره. لانني نهار الاول، نهار عرفت بان كاين عيالات كيتخلصوا من التليفون، نهار كرهت راسي، قلت علاش مادام هاد العيالات كيتخلصوا من التليفون علاش انا ما نتخلصش؟ واليوم الحمد لله ربي ما خيبنيش ونيتي ما خيبتنيش ورضا الوالدين معايا. اذا اللي بغى تدخل معايا مع مدام خديجه القنياري في شركه فيرونا الالمانيه، اهلا وسهلا بكم. ما تنسيش تسجيل راه فابور، عندك فرصه العمر ديالك ما تضيعيهاش. ومرحبا بكم.